سلام خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير في صحه جيده. ثم تشاهدوا في هذا الفيديو كالعاده. قبل ما نبداو نصلي الصلاه والسلام على رسول الله، قبل ما نروحوا الوصفه تاعنا اليوم، بغيت نوريكم باك مقتطفات عرضه عن دار خالتي، الله يعطيها الصحه وربي يخليها لنا. كما تشوفوا بغيت برك نشارك معكم افكار تزيين طويله باش تدوا افكار. كما تشوفوا دات البوراك، دجاج، سلطه، وهذا الطاجين مغربي، اللحم الخروف بالجلبان والقرنع، جاو بزاف بنان وشابين، ربي يخليها لنا ويعطيها الصحه ان شاء الله. وهنا قبل ما نمروا تاني الوصفه تاعنا اليوم، بغيت نشارك معكم تحليه تاع الكراميل كما تشوفوا فيها، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. تجي بزاف شابه هاد التحليه، القوام تاعها يجي كيما الفلون والقو تاعها ولا اروع. كما تشوفوني مزينتها بتزيين بسيط، تاني كما تشوفوا في فيغينا ندير هذوك الخطوط تاع الكراميل. كما تنجموا ديروها للمناسبات. تاني تحليه تاني تاع حاجه بارده تاني وخفيفه رمضان ان شاء الله. مازال نشارك معكم بزاف تحليات. التزيين دائما قلت لكم يبقى اختياري. حاجه تاني بسيطه بالمكونات اللي متواجده في الدار توجدي هاد التحليه. كما تشوفوا هذا هو القوام تاعها، قلت لكم يجي كيما الفلون ولا هذاك الكريم ديسير اللي نتباع برا. نبداو بسم الله مع المقادير. هنا كما تشوفوا عندي نص لتر تاع حليب، نص لتر تاع حليب يكون حامي كما تشوفوني مغلياته، حتى لافابير تطلع منه. هنا عندي زوج مغارف تاع مايزينا يكونوا شويه بومبي، عمروهم. زوج مغارف صغار تاع دهان تاع زبده برك بالمغرف الصغيره. 120 غرام تاع سكر، معناتها ديروا كاس صغير ناقص السبع كما تشوفوا 120 غرام تاع سكر. وهنا تاني عندي نص كاس تاع حليب، هذا غادي نسحقه، غادي ندوب فيه هذه في المايزينا برك من بعد باش كي نخلط ما غاديش تقعد كيما نقولوا معجنه ولا ديري هذوك الكتل. وهنا قلت لكم الحليب نص لتر يكون شويه يكون حامي، ديجاني مغلياته كما تشوفوا راه عاد حامي يطلع منه لافابور. قلت لكم 120 غرام تاع سكر، معناتها كاس صغير ولا شوب صغير كما تشوفوا ناقص اسبوع. انا هنا عابراته برك درت لكم هنا في الكاس باش تعرفوا. وزوج مغارف قلت لكم تاع دهان تكون مغرف صغيره، وزوج مغارف كبار تاع المايزينا تكون بومبي كما قلت لكم عمروها مليح. هنا هذا هو النص تاع الحليب قلت لكم غادي نسحقها، غادي ندوب فيه هذيك المايزينا مليح نخلطها. هذه برك طريقه سهله باش كي تقعدوا تخلطوا فيه وتقرب يجمد لكم، ما غاديش خلي لكم هذوك الكتل. ودا يدير هذوك لي بول الصغار كما تعرفوا. هاد الطريقه سهله. غادي ندوب هاد المايزينا مليح، ونخليها على جهه. هنا هذيك 120 غرام تاع السكر اللي وريتها لكم، هنا ندوب فيها نقصوا النار عليها مليح، تكون على نار هاديه، نخليها تذوب على خاطرها برك باش السكر تاعكم ما ينحرقش. خاطر اذا الكراميل تاعكم ينحرق غادي يعطيكم ذوق يكون شويه مر في التحليه تاعكم. حاولوا تقابلوه مليح
وخلوه يذوب على خاطره. كما تشوفوا هنا هذا هو، خليته يذوب على خاطره يعني ما حركتهش. هنا برك ملاحظه، انا هنا برك فين كنت عجلانه، هي يعني الحاجه الاولى يديروها في الكراميل من يذوب ديروا الدهان. هنا عفوا يعني خواتاتي برك هذه الملاحظه يعني اكد لكم عليها. انا هنا قلت لكم برك من كنت عجلانه، هي يعني ما عندها حتى مشكل، بصح يعني باش نعطيكم يعني بالتفصيل. الحاجه الاولى يديروها ديروا الدهان قبل ما ديروا الحليب. انا هنا قلت لكم برك كنت عجلانه، ديروا الدهان عاد ضيفوا الحليب. الحليب كما قلت لكم يكون حامي. شوفوا انا هنا عاد من بعد عاد يعني درت الدهان تاعي. هنا قلت لكم ملاحظه دائما نبغي يعني نعطي خواتاتي بالتفصيل. ديروا الدهان هو الاول، عاد ديروا الحليب تاعكم. يعني هي ماش مشكل، برك انا قلت لكم نبغي نوريكم يعني بالتفصيل. كما تشوفون نخلي هذاك الدهان يدخل مليح في الكراميل، من بعد عاد نبدا نضيف في الحليب. ودائما نتوما تخلطوا يعني يفضوا الكاسرونه تاعكم ولا الطاوه تاعكم على النار برك، يعني باش ما يزيدش ينحرق السكر تاعكم. يعني وما تخلطي طلعي الكاسرونه تاعك. قلت لكم يعني حزوا الكراميل تاعكم ينحرق. قلت لكم اذا انحرق غادي يعطيكم هذيك الذوق يكون شويه مر في التحليه تاعكم. هنا كما تشوفوا بعد ضفت كاع الحليب. الحليب كما قلت لكم يكون حامي، ديجا كنت مغلياته من قبل. هنا هذاك النص الكاس تاع الحليب اللي زدت عليه 2 مغارف تاع مايزينا يقولوا بومبي، يعني عامره مليح. غادي نضيفهم تدريجيا مع التحريك. تخافوا يعني لا يجبن لكم الحليب تاعكم. تدريجيا قلت لكم مع التحريك برك، يعني باش ما تكتلش هذيك المازينه تاعنا. ديجا كنتو تشوفوا فيه بدا يتقال، يعطينا يعني في هذاك القوام ثقيل بزاف. هنا كما تشوفوا يعني اخترت انا نديرهم في هاد لي فيغين، وانتم يبقى لكم الاختيار يعني كل واحد كيفاه وين يبغيهم. انا كانوا عندي هادو، درت هنايا الكراميل زينته يعني على هذا الشكل باش يعني كي ندير التحليه تاعي تعطيني هذوك الخطوط يعني تاع الكراميل من تحت، يعطوا يعني تزيين شباب برك يعني كفكره. وكان الاخت يعني ما تبغيش تاني دير الكراميل يبقى اختياري. وهنا كما دائما يعني قبل ما يبرد، قبل ما تبرد هذيك التحليه تاعكم غادي نبدا نفرغ فيها. كما تشوفوا القوام تاعها بزاف ثقيل. وتعطيك تاني كميه لاباس بها. هنا كما تشوفوا بعد لي عمرت كاع لي فيغين تاوعي. ديجا كما شفتوها بدات تجمل. ما غاديش تشد يعني الوقت بزاف، وتقوها ديجا صاي يعني حكمت روحها وبردت. يجي الذوق تاعها بزاف شباب. قلت لكم كيما الياغورت تاع برا كريم ديسير. وهنا زينت على هذا الشكل، قلت لكم التزيين
والشكل الثاني يبقى اختياري. هنا كما تشوفوا درت فيها هاد الورده تاع كريم شونتيي، طلعتها بالحليب ودرت لها بقو تاع الكراميل باش يعني تعطي ذوق شباب التحليه تاعنا. وهذوك الخطوط تاع الكراميل اللي وريتهم لكم هادو هما كما تشوفوا فيهم، يعني عطاو ديكور شباب لي فيغين تاعنا والتحليه تاعنا تاني. قلتلكم التحليه يعني سهله بمكونات بسيطه واقتصاديه، يعني متواجده في اي بيت، نجمي تحضريها يعني بالخف، مناسبات كما قلت لكم، يعني عرضه، خطوبه ولا تاني رمضان. نتمنى ان شاء الله خواتاتي لا فيديو تاعنا اليوم تكون عجبتكم، نتمنى ان شاء الله ثاني يكون خفيف ظريف عليكم، وما تنساش تدعموني خواتاتي باللايك والابوني. نخليكم مع الفيديو الى الملتقى ان شاء الله. سلام.